التيشيرتس هي من اكتر الحاجات اللي احنا بنلبسها في الصيف من كتر ما احنا بنبقى مستعجلين حرانين عايزين حاجه خفيفه حاجه بسيطه. يلا بينا نعمل ستايلنج للتيشيرت ده. اول حاجه هو يعني 3/4 كم شويه، فلبست من تحتيه شميز طبعا، بدل بادي او بدل معصم. ممكن في ناس تلبس معصم بتستسهل اكتر او عايزه حاجه اخف اكتر، بس انا لبست من تحتيها شميز بفوق. كمان لبست معاه الهاف ده نفس الدرجه بالظبط، ولبست معاه الطرحه مشجره العسل دي. الطرح دي خلاص بقت بالنسبه لي كده مقدسه. يلا، وخدت كمان الشنطه الجملي دي معاهم. فده اول لوك معانا. قولولي رأيكم فيه ويلا بينا نجرب باقي اللوكات. محتاجين بقى نشوف القمر والشياكة ده. لبسته على بنطلون قماش درجة اغمق شوية من درجة التيشيرت، حلو قوي قوي. طبعا هو طويل من قدام ومن ورا، فانا دخلت الجزء اللي قدام جوه وطلعت منه حتة بسيطة كده وسبته طبعا من ورا زي ما انتم شايفين كده، وعلى نفس الطرحة المشجرة دي. بجد خطير حلو قوي، لا ده احلى من الاولاني. برضو اختاروا يعني اني احلى بالنسبه لكم واكتبوا لي في الكومنتات. ده حلو قوي قوي وشياكه قوي قوي عن التاني كمان. يعني التاني يقضي مشاوير خروجات سريعه، لكن ده حلو قوي كده، ينفع خروجه حلوه. محتاجين نشوف الحلاوات دي. لبسته على جيب سودا بليسيه زي ما انتم شايفين كده، وعلى الطرحه السودا. انا بعشق اللونين دول مع بعض، الاسود مع البيج او الكافيه عامه بيبقى حلو قوي. قولولي رايكم. كمان لو في جيبه مشجره ينفع فيها من درجات عادي ممكن يتلبس عليها. ده بقى من اكتر الستايلات اللي انا بحبها جدا، وبتبقى سهله في الحركه وحلوه هي حلوه. من اكتر الستايلات اللي بتسهل عليكي وقت ومجهود كتير. هي مش محتاجه، هو تي شيرت جوه الجيب على طول، وزي ما انتم شايفين كده اللونين مع بعض حلوين قوي. بس كده ده كان ستايل النهارده. قولولي اني اكتر واحد فيهم عجبكم، الجينز ولا البنطلون القماش ولا الجيبه البليسيه؟ اني اكتر حاجه عجبتكم على التيشيرت، بما ان احنا في الصيف بنحتاج حاجات سهله كتير وتسهل علينا الدنيا مع الحر. بس كده قولولي رايكم في الكومنتات، هستناه واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، وسلام.